السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. زي ما أنا توقعت امبارح كده وقلت إن معتمد جمال ده بتاع التأليف ده، وزي ما أنا كاتب كده في العنوان: لعيبة الزمالك مش جدعان ومدربهم تعبان فعلا. لان زي ما انا قلت امبارح، الماتش ده بتاع اللعيبه. اللعيب لازم يبقى عنده حافز وحميه وغيره على التيشيرت بتاعه، ولا شفنا حاجه من دي خالص امبارح، خالص خالص خالص. وبعدين الراجل ده اللي اسمه معتمد جمال ده، يا عم انت، انا عايز نفسي افهم حاجه. ده الاف به كوره، مفيش لعيب يلعب مش في مركزه. يعني محمد اسماعيل ده ايه اصلا؟ ايه مساك صح؟ لو لعبته تلعبه قدام الاتنين مساكين زي ما كان فيريرا بيعمل، البرتغالي بتاع البروفيسير. كان بيحط اللي اسمه حسام عبد المجيد ده نفسه ده، والونش قدامهم محمد عبد الغني في الدوري بتاع 2022 2021 2022. ما هو ده. انما تحطه باك، هو مش شغلته باك اصلا. فكانت في ثغره جامده وبانت امبارح قوي في الجون الثالث. اتعمل دبل باص يا جماعه، دبل باص للمبتدئين. يعني واحد جاي فيرود، جاي عامل، وانت عارف ان ده فيرود، انت عارف، وانت عارف ان بن شرقي فيرود، داخل قطع عليك من الجنب اليمين وبيعمل دبل باص مع امام عاشور. ما تروح معاه يا عم، ما تروح معاه، هو متحرك. ده دليل ان محمد اسماعيل ده مش باك، مش عارف ما يعمل باك ايه، ما يعرفش حاجه. تاني حاجه، المعلم اللي اسمه معتمد ده، الغلطه التانيه بقى: انت بتلعب بالخطه العقيمه بتاعه 4 2 3 1، ماشي يا عم. تقوم حاطط فتوح جنب شحاته؟ لا، طب انت هتلعب بقى كده 4 2 دي، تحط اللي اسمه احمد ربيع. ما احمد ربيع ده مركزه، اصلا مش مركز فتوح. قلنا فتوح بيلعب في 4 3 3، ما بيلعبش في 4 2 3 1، لان ده حاجه وده حاجه. دي مهام مركز وده مهام مركز تاني. انا مش عارف الناس دي مدربين كوره ازاي وبيلعبوا، يعني الناس دي لعبت كوره ازاي ومدربين ازاي؟ يعني عايز افهم ده مدرب ازاي. ما انت حاطط برضه فتوح مش في مركزه، اللي هو المركز اللي هاف اللي في النص في خطة اتنين دي. ده مش مركزه، ده مش مركزه. مركز فتوح يا اما باك يا اما تالت واحد على الشمال في 4 3 3. انت لعبت امبارح بالخطة المتخلفة بتاعت 4 2 3 1، خطة العولة، خطة الخايبين. ده الاهلي نفسه كان بيلعب 4 3 3. يعني الاهلي، وامبارح برضه قلت ايه، اتعلم بقى من بيراميدز عامل لاعب الاهلي ازاي. ساب وقفل، ساب له الكوره وقفل وكان بيضغط. هو اصلا الاهلي مسلم امبارح. انت امبارح اديت للاهلي يعني فرصه العمر زي ما بيقولوا. الاهلي ممكن ياخد الدوري، وغالبا بنسبه 50%، اذا ما كانش بيراميدز هيكسب بكره. بتوع سيراميكا دول هيموتوا بكره، هيموتوا قدام بيراميدز. عشان حاجتين: عشان المصري، لو اللي هم اتغلبوا المصري ممكن ياخد ان شاء الله المركز الرابع. انا بتمنى كده يا رب ان سيراميكا بيراميدز ده يكسب سيراميكا بكره، يبقى كده قطع الموضوع على الاهلي، وفي نفس الوقت ادى امل للمصري. وان شاء الله المصري ربنا مش هيضيع تعبه، لان المصري بيتعب. شوف بين لعيبه المصري امبارح ولعيبه الزمالك، لعيبه المصري عندها حافز، عايزه تخلص وتوصل للمركز الرابع. انما انت امبارح عايز نقطه وتاخد الدوري، نقطه واحده وتريحك وتديك الدوري بنسبه 95%. انت ما خدتهاش، ما لعبتش عليها. نرجع تاني، اللي اسمه معتمد جمال ده المدرب التعبان ده، اللي هو بيلعب 4 2 3 1 امبارح، خطه الخايبين اللي مش عايزين يكسبهم. فكان المفروض يلعب احمد ربيع جنب شحاته، ما يلعبش. خليت شحاته منظره وحش، وخليت فتوح منظره وحش، وخليت احمد اسماعيل ده، محمد اسماعيل ده منظره وحش. مش مركزه يا بيه. لاعب محمد ابراهيم مركزه باك، لاعب صغير، لعيب صغير. كان هيديك، لعيب صغير بس كان هيديك. مش هيبقى فضيحه زي محمد، زي اسماعيل ده. ده مش مركزه باك رايت. انا مش عارف الناس دي لعبت كوره ازاي وبتفهم في التدريب ازاي.
ده حاجات بدائيه ان انت تحط كل لعيب في مركزه، حتى لو ناشئ حطه في مركزه. ده كان ممكن بكره يتولد نجم بس في الباك رايت دي. ما عادش تحتاج بقى ولا باك رايت خالص تاني، قدامك 10 12 سنه كمان قدام. انما انا عايز افهم ده، اللي انت عملته دون عك كروي اسمه كده، دليل ان انت مدرب تعبان فعلا، دليل ان انت مدرب تعبان. نيجي بقى للفضيحه اللي انا كنت امبارح قايل انا خايف من حسام عبد المجيد ده. في مساك، ده مساك منتخب مصر يا جماعه، ده مساك منتخب مصر يوقف الكوره جوه ال 18 الجون الاول. في مساك جوه ال 18 ده اقسم بالله لو ناشئ، لو ناشئ ما يعمل الحركه دي. لو ناشئ متعلم وعارف بيعمل ايه، لو ناشئ متعلم وعارف بيعمل ايه ما يوقفش الكوره جوه ال 18 كده. والمشكله كمان ضغط وما رجعش يمسك، يعني هو ضغط وساب الكوره وما رجعش يمسك. الولد كده منه حسين شحات، يعني هو يعني هو قطع الكوره، الكوره رجعت لطاهر لعبها اوفر، وهو اصلا ساب الولد، ساب له يجري. ده حاجه تانية بقى، دي مصيبه تانية. مفيش مساك في العالم بيعمل كده. نيجي الخطأ التاني بقى، الجون التاني. انا بقالي فيديوهين ثلاثه كده من بعد ماتش شباب بلوزداد وبقول للزمالك ده ما يحضرش كوره. مفيش تحضير، بتحضر ليه؟ طالما مش عارف. اصل يا جماعه تحضير الكوره ده، التحضير ده عايز حفظ، عايز حفظ زائد ثقافه ملعب، تعرف تتحرك ازاي. خد بالك فتوح غلط ان هو اتحرك، لان كانت الكوره اصلا رايحه لشحاته، بس هو غلطان لان الكوره اصلا كان فتوح ورا ورا حسين الشحات، وكان بنتايك على شماله، كان المفروض يلعبها لبنتايك. هو ده الرسمه كده، انا ما اعرفش هم متعلمينها ولا هي دي الرسمه فعلا، هي دي الرسمه كده بتاعه اللعب التحضير. فكان المفروض البي اللي اسمه حسام عبد المجيد التعبان ده يدي الكره لبنتايك، لان بنتايك بالتمرير هيديها لفتوح، لان دي تحركات، ده حاجات ثابته في الكوره، في النقل وفي التحضير، ان كل واحد بيتحرك عرضي تبع مركزه عشان الكره تمشي، او يعمل سويتش بينه وبين المركز بتاعه، المركز اللي قدامه او المركز اللي جنبه. فانا مش عارف، انا مش عارف الناس دي ايه. خد بالك بعد ما الكره اتقطعت بقى منه بسبب الكوره، فتوح عمل يعني بص غلط كده، يوم ايه خد بالك، مش المفروض هو يمسك حسين الشحات؟ لا سابه، وهو عارف ان ده الخطر، فروت خطر ولوحده المفروض يكسر عليه، سابه. حسام عبد المجيد ده لا يفقه شيء في كرة القدم، لا يفقه شيء، لا مش عارف يقف، ولا عارف يباصي، ولا عارف يتحرك، ولا عارف يمسك. ده بيلعب كرة ليه ده؟ عشان كده ايام فريرا كان حسام محمد عبد الغني ده هو اللي مداريه خالص. محمد عبد الغني كان بيشيل بلاوي. فعشان كده كنت انا بقول في التشكيل ان محمد اسماعيل يلعب قدامهم، قدام الاثنين زي ما انا قلت امبارح، يلعب قدام، يبقى 4-1. وطبعا زي ما انا قلت التشكيل امبارح كده 3-3 4-1-2 1-1-2 زي ما انا قلت امبارح. محمد اسماعيل، وبعد كده على شماله بنتاي، على شماله فتوح، وعلى يمينه شحاته. ساعه لما قلت شحاته يميل على محمد ابراهيم عشان ما يبقاش نقطه ضعف. قدامهم طبعا عبد الله السعيد، قدامهم بزيرة ومنسي ووليد الدباغ. ما كناش عايزين اصلا، احنا ما كناش عايزين اصلا، ما كناش عايزين اصلا عبد الله السعيد في الماتش ده خالص، ولا. وبعدين طلع ايه ده يا كابتن اللي انت بتعمله؟ طلع تشوط ازازه وبتاع. ما تلعب في الملعب يا كابتن، انت ما شفناش منك حاجه امبارح، ما شفناش منك حاجه خالص خالص. إيه، شوط الكوره في الملعب يا كابتن، ما تشوطش ازازه. فادي اخطاء، ادي اخطاء فرقه بمدربهم، بلعيب لا يفقه شيء في مركزه اللي هو المفروض بيلعب فيه. وبعدين خرج نصر المنسي. انت بتقضي على نصر المنسي يا بيه؟ خرجت نصر المنسي ليه؟ عشان ضيع جون؟ ايه يعني؟ ما اللعيبه كلها بتضيع، انت المفروض تحفزه وتديله دافع وحميه عشان ينزل ويلعب ويجاهد ويقاتل. بتشيله ليه؟ عشان ايه؟ عشان تنزل شيكوبانزا اللي هو عمل ايه بقى؟ ها؟ ايه ده؟ ايه ده الفكر ده؟ وايه التغييرات دي يعني؟ كل تغييراتك غلط، كل التغييرات غلط. ف ده دوري كده ولع بقى اكتر، وبالذات بقى يعني كده الاهلي هيموت قدام انبي،
وهيموت قدام المصري. انا كنت متوقع مثلا امبارح الدوري يخلص فالماتش الاهلي والمصري ده يبقى سهل كده، المصري هيتعب جدا عشان يكسب الاهلي، لان هيبقى عنده امل يخش. يا اما لو البيراميدز ما خلص، لو بيراميدز ما خلص ممكن يبقى عنده امل على الاقل يخش دوري ابطال. انما كده هتبقى مجزره البطوله الدوره الجايه دي لو المعلم الزمالك ده ما كسبش سموحه، وانا اعتقد انه مش هيحصل. لان اول حاجه المفروض ان النهارده تحصل اللعيبه دي كلها تتلم كده على معسكر ويموتوا هناك في المعسكر ده، كل واحد بقى يطلع بقى اخطائه ايه ويصلحها مع المدرب دون التعبان ده اللي انا غلط حرام اقول اسمه اصلا لانه ضيع وانا كنت بقول الفيديو اللي قبل اللي فات معتمد جمال ده هيضيع الدوري، وشكله كده هيضيعه شكله. بس المشكله بقى ما تطينش بقى كله بقى، ما يبقاش بقى دوري وكونفدراليه ويأثر على الدنيا بقى. اروح لماتش مصري، ماتش المصري، لعيبه عايزه تعمل حاجه، لعيبه عندها حميه وحماس، لعيبه بتجري في الملعب، لعيبه بتروح. اول مره اشوف عماد النحاس يعني بيفكر كويس، عايز يكسب، عايز يعمل حاجه، وهو ربنا كافئه. ان شاء الله ربنا مش هيضيع تعب المصري باذن الله، وياخد مركز رابع ان شاء الله. اهم حاجه بس سيراميكا يتغلب الماتشين الجايين، سواء من البيراميدز سواء من الزمالك. ودي كانت حاجه سريعه كده كنت لازم اعملها، ان انا ارد على البهوات اللي بيقول لك انا مش فاهم. انت امبارح الزمالك ده كان عايز ايه؟ انا زي ما انا قلت امبارح مفيش الا هو كان عايز نقطه بس، اهم حاجه ما يتغلبش، يا يكسب يا يتعادل، اهم حاجه ما يتغلبش. ده ما عملش حاجه خالص، ولا كسب ولا تعادل، وشكله كده هيدي الدوري للاهلي شكله كده. بس تبقى بقى بيراميدز بقى لو اتغلب بقى من سيراميكا ده موضوع تاني بقى، يتغلب من سيراميكا ويتعادل مع سموحه، او الحكام بقى تلعب لعبتها بقى، الحكام بقى تلعب يعملوا بقى اللعب، عايزين يصالحوا الاهلي بقى، فيصالحوا الاهلي ازاي؟ انهم يدوا له الدوري بس. وبالتوفيق للنادي المصري ان شاء الله. الماتش الجاي هو المصري باي هيبقى الزمالك وبيراميدز والاهلي هيلعبوا سموحه. الزمالك هيلعب سموحه وبيراميدز هيلعب سيراميكا والاهلي هيلعب انبي. فانا رايي انا ان الزمالك ده ما يستاهلش الدوري، وبيراميدز هو اللي يستحقه. شكرا لكم، وما تنسوش الكرة مع الأزورة هتكون جميلة وبيوري. السلام عليكم.